المنتخب المغربي، أين هم الرجال؟ أين هم الأحرار في المغرب؟ أين هم الناس المسؤولين عن الكرة لينقذوا المنتخب المغربي اللي نظم المباراة، نظم الدورة في بلاده، والناس كل تنتظر 60 سنة يعني ما كان والو، وأمام جمهوره وبهذا الجيل من اللاعبين التافهين تفقد وتروح يعني وكأن وصلوا للمباراة النهائية ضربهم ربي، وضاعت تلك كل الاحترافية وكل باستثناء ياسين بونو، ضاعت تلك الاحترافية وضاعت تلك العروض وضاعت يعني وكأننا يعني إن في النهائي أخذوا المنتخب المغربي وجابوا منتخب آخر ما عنده حتى علاقة بالكرة. وكيف يعني توقف المباراة وتضيع التوقف يأثر عليك نفسيا وتضيع ضربة الجزاء؟ ما هذا الغباء؟ ما هذا الغباء؟ ما عندكش حضور نفسي، ما عندكش يعني تعلق مع الجمهور، مع يعني الدعم، كل هذا الدعم اللي جاك يعني المغاربة اللي جاو ما قدرتش تفرح، ما قدرتش تخلي روحك في المباراة، وتشتيت الكرات والتغييرات تغييرات الرجريجية، التغييرات الغبية التي أخرجت المنتخب المغربي من المباراة. يعني ما ضافوش التغييرات، زادوا حطموا المنتخب المغربي اللي هو أصلا لا يمتلك سترايكر ولا يمتلك إنسان يحول الكرات إلى أهداف. كيفاش تخرج ديال إبراهيم دياز؟ كيفاش تخرج يعني وفي الأشواط الإضافية نشوف المنتخب المغربي إلا تشتيت الكرات، كرات ضايعة يعني تأتي من وسط الميدان وتذهب إلى الأجنحة، والأجنحة يحاولوا مع التكتل الدفاعي لمنتخب السنغال، وأخيرا تضيع الكرات وتضيع يعني أمام إبداع مندي طبعا وتكتل المنتخب السنغالي. والهدف يعني أقل ما يقال عنه أنه رائع من لاعب السنغال، هدف يعني جاء في وقت قاتل للمنتخب السنغالي، والسنغال فعلتها أمام مصر وتفعلها أمام المغرب مرة أخرى. ساديو ماني الذي اعتزل عاد ويعني نشوف أبدع في هذه المباراة. المنتخب هارد لاك المنتخب المغربي، جود لاك يعني مبروك المنتخب السنغالي. الأمة العربية كلها تشجع في السنغال، لا أعلم يعني ما سبب يعني لماذا نحن العرب عندما تلعب فريق عربي ما نحبوش وينجح، نحب كلنا نعودوا في الحضيض هكا. متعة العرب أنه يشوفوا بعضهم الكل في الحظ، ما يشوفوش دولة مثلا تنجح مثل الإمارات ولا فريق ينجح فريق المغربي أو فريق مصر، لا نحن ما نحبوش. الناس كلها تشجع وأنا شفت في السوشيال ميديا، شفت يعني شيء عار ومعوار أنك تمنينا نحن يعني الناس الطيب تمنينا أن المنتخب المغربي يفوز بالمباراة ويفوز بكأس يعني إفريقيا لأول مرة بعد 60 سنة، لكن للأسف تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. وهذا الفريق يعني الفريق اللي لعب النهائي أنا لا أعرفه، أنا لا أعرف الفريق الذي لعب هذا النهائي، لا أدري من أين جاء ولا أدري الخطط التي قام بها الركراكي من أين جاءت. كان يلعب دفاع هجومي، كان يلعب فريق متكتل دفاعيا وعنده هجوم يعني مبني على الوسط، وحركات أشرف حكيمي وحركات المزراوي في الوزلزولي. لكن في هذه المباراة يعني كرات مقطوعة، كرات ضايعة يعني نفسيا. أنا وش نقول أنه نفسيا المنتخب المغربي كان خارج المباراة غير محضر، يعني بالإضافة إلى يعني النكبة البدنية أنه ما قدروش لم يستطع المغرب مجاراة المنتخب السنغالي. يعني هناك فارق كبير في الحضور النفسي وفي الحضور البدني، وفي الدقائق الأخيرة يعني اللاعبين انتهى الفريق المغربي نهاية. يعني أنا نقول أن في المغرب يجب إعادة النظر في الكرة المغربية بكل صراحة، أنه لماذا عاجز المنتخب
الوطني المنتخب، ما نحكوش عن منتخب يعني ال20 سنة اللي جاب كأس العالم وهذا، لكن المنتخب الوطني واجهة المغرب دائما عاجز عن يعني لقب، يعني تمنع هذا اللقب وأصبح شيء مستحيل، سواء لعبت الدورة في أرضهم والجمهور، سواء لعبت خارج أرضهم، لكن يبدو أن هذا اللقب تمنع وسيصعب، وستنتظر المغرب سنوات أخرى إذا يعني كملوا بهذه العقلية، ستنتظر سنوات طويلة إذا أنك تحلك فرصة هذه والتي لا تأتي مرة كل 20 سنة، أنك تضيعها بكل هذه التفاهة. و يعني برغم النجوم عندك أشرف حكيمي، عندك ياسين بونو. أنا التصدي اللي شفته هذا تصدي أسطوري، يعني حتى بنتكلم في كرة القدم العالمية وفي تاريخ الكرة، هذا تصدي أسطوري من ياسين بونو. يعني احمد ربي أنه عندك وزن، كانت نتيجة المباراة ستكون أثقل، ستكون 3 أو 4 أهداف. احمد ربي أنه كان إنسان اسمه ياسين بونو يحرس عارين المنتخب المغربي، وهو اللي وصلكم. أنا لا أظن أن المنتخب المغربي فنيا يعني ناقص، الكواليتي تاع اللعب ناقص، لكن ياسين بونو هو اللي ساعدهم في النصف النهائي وفي النهائي وفي كل مباريات. كان حارس يعني أسطوري، حارس من طينة الكبار، يعني تيبوا، كورتوا، من يعني كاسياس، هذا هو طينة ياسين بونو. للأسف المغرب تضيع فرصة أخرى وتضيع موعد آخر يعني فرحة الجماهير المغربية وفرحة يعني الجماهير العربية الطيبة التي تشجع المنتخب المغربي، يعني بغض النظر عن الإشاعات وهناك مباريات وبيع وحكام وكل تلك. لكن لو كانت المغرب تشتري المباراة لاشترت هذه المباراة النهائية، لو كان هناك شراء حكام وشراء. لا، كرة القدم تلعب في البساط الأخضر، تلعب في البساط الأخضر. لا أستمع إلى الحوارات يعني خارج البساط، ولا تهمني. أنا تهمني اللعب. إذا كنت قادر، يعني فريق قادر أنك تكتيكيا ويعني معنويا وفي قوة بدنية أنك تثبت يعني في الميدان وتقوم بتسجيل الأهداف، يكون عندك تواجد، يكون عندك خطوط، وتكون عندك يعني كرة تتحرك بين الخطوط، تصل سترايكر قادر أنه يضعها ما تقوليش الكعبي، ما تقوليش يعني لا، يعني لازمك سترايكر من طراز يعني زلاتان، من طراز يعني سترايكر من طراز كريم بنزيما. هذا السترايكر الذي حقيقة يحول الفرص إلى نصف فرصة، يحولها إلى هدف. تريد يعني أشرف حكيمي وحده ما يقدرش، يعني ولو أنه فعل يعني المستحيل في هذه الدورة. أشرف حكيمي هو أحسن لاعب في هذه الدورة، فعل المستحيل، لكن للأسف لم يجد المنظومة كلها ليست منظومة تتويج، يعني نقولوها يعني بصريح العبارة، منظومة المنتخب المغربي هذا الأكابر ليست منظومة تتويج، تنقصها الفعالية التكتيكية، تنقصها الوعي النفسي، التحضير النفسي، تنقصها التحضير البدني، تنقصها الأمر الذي أكرره دائما، الركراكي ليس في مستوى طموحات، ليس مدرب أنه يجيب لك الكأس هكذا، هو مدرب مباراة 2 3 4، ليس مدرب يعني بالرصيد التقني اللي يخليه أنه يجيب لك الكأس. بقت البحث عن اللاعبين، هذه مسؤولية مسؤولين على الكرة في المغرب الشقيق، أنهم يبحثوا على لاعبين حقيقة يعني يكونوا قادرين أنهم يغيروا في المباريات، وتكون هناك يعني لاعب يدربلي على الأقل، لاعب يعمل مراوغات، لاعب يقوم به مثل إبراهيم دياس. للأسف هو صعب، لكن المغرب ولادة، هناك مواهب، هناك يعني دائما هناك جيل، هناك يعني شوفوا حتى منتخب 20 سنة فاز بكأس العالم، شوف هز منه عناصر يعني تقدر تحمل المشعل وتدعم المنتخب المغربي.
في النهاية إذا وصلك الفيديو اضغط على اللايك، إذا أنت مش مشترك اشترك. مرحبا بك في قناة حسن بودكاست، ودمتم في رعاية الله وحفظه. سلام.